ولذلك الساعة قريبة منا أيها الإخوة، ما بيننا وبين الساعة إلا الموت، والموت يأتي بغتة. يعني يمكن الإنسان يصبح ما خطر بباله الموت ولا نسبة 1%، ويموت، وكما ذكرنا أنه قد ينعم ويعذب في قبره، لكن لا يحس مرور الزمن وإذا بالساعة قد قامت. ولهذا قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. فيوم القيامة قريب جدا منا، ما يفصل بيننا وبينها إلا الموت. وأما الذين ماتوا قبل مئات أو آلاف السنين هم لا يشعرون مرور الزمن، هو آلاف السنين بالنسبة للأحياء نحن، أما بالنسبة لهم هم لا يشعرون مرور الزمن، وإن كانوا ينعمون أو يعذبون في قبورهم. وهذا يستدعي من المسلم الحذر، وأن يستعد بالأعمال الصالحة، لأن القيامة قريبة جدا، ما بيننا وبينها إلا الموت، والموت ما ندري متى يأتينا الموت، فيتفاجأ الإنسان بالموت ثم لا يحس مرور الزمن وإذا بالساعة قد قامت. فلا يستبعد يوم القيامة، هو قريب جدا منا. هذه المعاني يعني تدعو المسلم إلى أن يجتهد بالأعمال الصالحة، وأن يستعد لذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة. مقدار يوم القيامة فقط الموقف 50,000 سنة. سبحان الله. يعني كم نسبة عمرك إلى هذه المدة؟ كم تعيش؟ 60 70 قل 100 سنة، كم نسبته إلى 50,000 سنة؟ 50,000 سنة والناس في الموقف. لكن متى يحاسبون؟ قال بعض أهل العلم إن قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قالوا إن القيلولة تكون عند العرب منتصف يعني اليوم، منتصف النهار. فقال بعض أهل العلم إن الحساب يبدأ بعد 25,000 سنة، يعني يبقى الناس 25,000 سنة تموج بهم الأرض، إلى أن يطلبوا الشفاعة فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ بعد 25,000 سنة. الله أكبر. فالتفكر في هذه المعاني يدعو المسلم إلى أن يتزود بالأعمال الصالحة ما دام حيا. فنحن الأحياء في دار يتمناها الأموات، في دار العمل. لا زال باب العمل مفتوحا، لا زال باب التوبة مفتوحا، لا زال بإمكان الإنسان أن يتدارك.